الحاجات دي لو فعلا انت بتعمليها اراهنك ان انت هتحتاجي تروحي لاخصائي تخاطب. مرام، امتى اقول ان ابني محتاج اخصائي تخاطب؟ اه، سؤال حلو. تعالي الاول نعمل 6 خطوات بعد ما نبقى عملناهم. شوفي يا محتاج اخصائي يا مش هيبقى محتاج. اول حاجه لازم اعمل تشيك كويس قوي ان ابني بيسمع كويس. في بدايات الشهور الاولى لما باجي اعمل صوت جنبه عينيه بتروح للصوت، بعد كده بعد الصوت جنبه او مثير صوتي وراسه بتتحرك ناحيه الصوت ده. كده يبقى انا اطمنت ان ابني بيسمع كويس، ودي اهم حاجه. تاني حاجه ان انا اكون بلعب معاه وبتكلم معاه واحكي معاه. تالت حاجه اكون بديله شويه اوردرز: هدى، قوم، اقعد، العب، هات اللعبه بتاعتك. لما بيكون بينفذ معايا الاوردرز دي هو كده فاهمني، يعني بيستقبل مني الكلام كويس. رابع حاجه ما ينفعش اكون بعرض ابني لوقت طويل لشاشات في الاخر اقول ده عنده تاخر لغوي، انا السبب. خامس حاجه اكون بحكي له قصه كل يوم بالليل قبل ما ينام. معايا قصه كده فيها رسومات وفيها الوان وفيها اشكال، بقعد اشرح له الصوره اللي قدامه دي، ده ولد وده بنت ودول بيعملوا ايه، دول بيلعبوا، دول بيرسموا، دول بيتنططوا، دول بيكلموا مامتهم. بشرح له الصوره دي وبقول له القصه. سادس حاجه واهم حاجه ما يكونش فيه ضرب وتعنيف، ما يكونش فيه زعيق طول الوقت، ما يكونش في مشاكل أسرية قدامه وحوارات وحواديت، لأن الحاجات دي كلها تأثر على الطفل، تعمل له صدمات، تعمل له مشاكل، وممكن طبعا تأخر نطق عنده ويبقى عنده صعوبات في اللغة. بعد الحاجات دي لو فعلا انت بتعمليها اراهنك ان انت هتحتاجي تروحي لاخصائي تخاطب. بس كده. استني بس، انا عندي سؤال. دلوقتي انا ابني كتوم، ازاي اخلي ابني يعبر عن مشاعره؟ معلش بقى لازم اطور عنده مهاره التعبير. ده اولا ان الطفل يبقى عنده صله لغويه عن طريق الكلام وعن طريق القصص وعن طريق حاجات كتير زي ما شرحنا كده في الفيديو اللي فات. تاني حاجه الطفل لما بيبقى كتوم او مثلا كان بيقول وبعد كده ما بقاش بيقول، ده عن طريق ان هو في يوم من الايام حكى حاجه واتعرض كده ايه، لقى زعيق، لقى ضرب، لقى حاجه هو ما كانش متوقعها. من هنا بدا ان هو ياخد جانب حاجه. ممكن يكون التكذيب، يعني يجي الطفل يحكي انت بتكذب، انت بتألف، انت خيالك واسع. خش ودي معاه. حاجه الاستهتار بالمشاعر، يعني ممكن ابني ده يكون عبر عن مشاعره في وقت من الاوقات وانا استهترت بمشاعره. لسه عيل ما تعرفش حاجه، ما تفهمش حاجه، هتعمل نفسك كبير. الاستهتار بالمشاعر ده من اكتر الحاجات اللي تخلي الواحد كتوم. انا هعبر عن مشاعري ليه؟ ما انا كده كده ما حدش بيحس بيا. خامس حاجه العزله، مفيش مشاركه مع الاطفال، مفيش جو اسري، مفيش اهتمام، كل واحد في حته، ماما على الموبايل، بابا في الشغل. لما نيجي ناحيه ماما ولا بابا بس مش فاضيين، بس مش دلوقتي، صداهم على طول، انا مش فاضيه، انا تعبانه، انا مرهقه، ابعد عني. دي بتخلي الاولاد خلاص بيبقوا منطويين على نفسهم وفي عزله مع نفسهم، ما بيعبروش عن مشاعرهم. دي ال5 حاجات اللي ممكن تخلي الطفل ما يعبرش عن مشاعره. بس كده. نطلب بقى